مساء الخير يا جماعة. ايه يا شعب يا الحبيب الصبور المهاود المطرمخ. هتلاحظوا في الفيديو ده ان الصوت بقى كويس. بعد ما كان منخفض قوي، لان الفترة اللي فاتت انا ما كنتش عارف ايه المشكلة. هي يعني ليها علاقة بالليفل بتاع الميكروفون في السيتنجز بتاعت الصوت. كانت 12 ديسيبل، المهم خليتها على اخرها اللي هي 36 ديسيبل. ف معلش، هم طبعا يجي 80 فيديو اللي فاتوا، بس عشان تقدروا ان انتوا تسمعوهم بوضوح اذا ما كانش واضح يعني. وان كنت شايف ان هو بيبقى واضح، بس اذا طفيت المروحة طبعا بتعمل صوت. يا اما تسمعوا الفيديوهات في الشتاء عشان تسمعوها، او بتسمعوها انتوا بالهيدفون بقى والسماعات وكده، او الموبايل بتقدروا تعلوه قوي فبيبقى الصوت كويس. فمن الفيديو ده فصاعدا هيبقى الصوت عالي. وانا شايف ان الناس قبل كده ما اشتكوش من الصوت الحقيقة، وكانوا بيسمعوا الفيديو عادي. زي ما قلت، هو اذا كان مش مشغل مروحة، او كان مش مشغل حاجة زي المروحة تكون صوتها عالي، فيبقى من السهل عليه ان هو يسمع. ف انا يعني هحط صورة للملف الصوتي ده لبرنامج ممكن تنزلوه، سواء عندكم لابتوب او عندكم اندرويد موبايل ذكي او كده. هو برنامج اسمه كيو بلاير. والبرنامج ده هتلاقوا فيه يعني ناحية اللي هي الصوت، المستوى الصوت موجود. موجود ان انتوا تعلوا الصوت جامد يعني، اكتر من 100، اكتر من 100%. هتلاقوه موجود في الكيوب لاير. خلاص، لما تنزلوا كيوب لاير هتلاقوا تحت على اليمين ثلاث يعني رموز كده. في رمز اللي هو بيعمل فول سكرين، وبعدين في رمز بيعمل مكتوب عليه كنترول بانل، وبعدين في رمز تول بوكس منيو. فانتوا هتدوسوا على كنترول بانل. خلاص، هتدوسوا على كنترول بانل. بعد ما تدوسوا على كنترول بانل هيظهر لكم كذا، يعني هيظهر ويندو كده او نافذة فيها كذا اختيار: بلاي باك، وفيديو افكتس، وساوند، وسب تايتل سينك، وسب تايتل ستايل. اختاروا ساوند. هتلاقوا من ضمن اللي ظاهر جنبه فوليوم، هتلاقوه 1 اكس. خلوه 4 اكس او 7 اكس. ده بالنسبة للفيديوهات السابقة ليا يعني، السابقة بتاعتي. ممكن ان انتوا تحملوها عندكم او تحفظوها وتفتحوها بالكيو بلاير. بس لان مش هينفع ان انا ارجع تاني اسجل الفيديوهات دي او اعلي صوتها وارجع انزلها تاني، يعني مشكلة شوية. واقول لكم سلام.